ياه يا عماد، عايش من شافك يا حبيبي. اخبارك واخبار البلد ايه؟ زفت. زفت؟ في ايه اللي حصل يا ابني؟ قول ايه اللي ما حصلش؟ هو ايه ده، في ايه؟ طب اخبار عمك محمود ايه؟ الله يرحمه. لا اله الا الله. امتى حصل ده؟ بعد ما بيت عم جمال كله ولع بالعيله. البيت بالعيله؟ ما لحقوش حتى يروحوا عزا سميره ام علي، الله يرحمهم بقى هما الاثنين. امال مين اللي فضل في البلد؟ البلد نفسها غرقت ومبقاش ليها مكان على الخريطه. وانا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. هو ايه اللي على وزن قاره؟ خير بشاره. يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجه غير المظاهر. ليه؟ عشان انا مش محرقوش؟ وانا عجباني انا مش داعي وهطلقوا في نوع غيري. وصلت للقمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. هو في كاتب اسمه ويليام شكسبير؟ ها؟ عايز اعمل جديد. بابا بقى كتبي على السفرة. تيفي. انت مش مرتبط اصلا. غرقت ومبقاش ليها مكان على الخريطه. وانا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهايه. اخيرا خلصت الروايه اللي هاخد بيها جايزه نوبل. اهلا وسهلا بيكم بالمختصر المفيد مع الجزء الثالث والاخير من ثلاثيه نجيب محفوظ. لو عايز تعرف عن الجزء الاول والثاني هتلاقي اللينكات في الديسكريبشن، وتعالى بعد كده عشان تعرف الجزء الثالث لعمنا نجيب محفوظ واللي باسم السكريه. الروايه بتبتدي بنعيمه اللي بقى عندها 16 سنه، ورثت الجمال من امها عايشه بعد وفاه محمد وعثمان وخليل جوزها، وده بسبب مرض التيفود. ورجوعها لبيت ابوها عيشه الجميله بقت شبه الشبح من الحزن. والسيد اللي بقى ساكن في الدور الاول علشان قلبه بقى تعبان وما يقدرش يطلع الدور الثاني زي الاول. بنشوف البيت بعد 8 سنين من حادث التيفود. بنشوف السيد احمد عبد الجواد عجوز وبيرجع البيت الساعه 9. خلاص ما بقاش في سهر، مفيش فرفشه، استبدل كل ده بالراديو. وامينه عجوزه لكنها بتقدر تقوم بدورها. كمال مدرس في مدرسه السلاحدار الابتدائيه الصبح، وبالليل كاتب مقالات فلسفيه في مجله الفكر. جميل الحمزاوي مساعد السيد في الدكان هيعتزل من الشغلانه عشان كبر. وكمان ابن وكيل النيابه وزميل كمال رجع يقعد في القاهره. زبيده بقت بتعدي على دكان تحاول تستلف فلوس، ده بعد ما راحت عليها وادمنت، عكس جليله اللي بيتها بقى بيت دعاره. ياسين بقى معاه كريمه من زنوبه العواده مع رضوان من زينب طليقته. وزنوبه العواده بقت عضو من الاسره مرحب بيه، خصوصا بعد وفاه طفل ليها اثناء الحمل. وخديجه هي بعيالها بس ارق شويه، ولسانها المنشار خف خصوصا على اختها عائشه. احمد ابنها اللي بتناقشه هيخش الاداب ولا زي رضوان وعبد المنعم هيخش الحقوق، لكن احمد متطلع لقدوته كمال، وكمال بيبص وكأن التاريخ بيعيد نفسه. والاولاد بعد المناقشه بيروحوا يستعيروا كتب من كمال علشان يقروها. السيد احمد عبد الجواد بقى بيقعد مع اصحابه في جنينه محمد عفت يشربوا شاي، وهناك عرف مفاجأة لطيفة. كمال من رواد بيت جليلة. ياسين على الرغم من شبهه الكبير مع والده في عربته، حتى وهو فلوسه على القد بيحاول يخرج ويسكر في خمارات رخيصة، الا انه عكس ابوه في البيت، اب بيحب اسرته ويقعد معاهم ويضحك ويهزر ويسامر. ورضوان ابنه بنكتشف ان عنده ميول مثلية. وبتكمل الرواية بعبد المنعم المتدين بشكل كبير ومسحور بالاخوان المسلمين، عكس اخوه احمد اللي عنده ميول الحادية. بيقرر عبد المنعم الجواز قبل ما يخلص دراسته في الجامعة، وامه خديجة وابوه بيطلبوا ايد نعيمه بنت عيشه، وبيتم الجواز. وبنعرف ان السيد احمد عبد الجواد صفى تجارته، وده بحكم السن، وصل ل 65 سنه، وده بعد ما اعتزل حمزاوي اللي كان بيعتمد عليه. ونعيمه بتولد. ولو فاكرين في الجزء اللي فات ان الدكتور قال ان عندها مشكله في القلب، وفعلا ما استحملتش وماتت هي والجنين. بتمر الايام، عيشه حابسه نفسها في الاوضه اغلب الوقت. السيد احمد عبد الجواد بقى طريح الفراش ما بيتحركش. زيارات من خديجه واولادها، قاعده مع كمال اللي لسه اعزب فوق ال30، امينه اللي بان عليها الكبر بس لسه بتخدمه،
وبتروح الحسين والسيده زينب علشان تدعي له. احمد ابن خديجه بيتخرج ومش عايز يتوظف زي عبد المنعم اخوه، بدا حياته في جريده صغيره علشان يتدرب ويبقى صحفي. ورضوان بسبب معارفه براجل مهم عنده نفس ميوله بقى موظف مهم، وكمان بيطلب منه قرايبه الواسطه عشان يشغل عيالهم. كريمه خلصت ابتدائي من زمن وقاعده جنب امها في البيت، وكمال زي ما هو ما بقاش يروح لجليله اللي قررت تعتزل الدعاره. فجأة مات السيد أحمد عبد الجواد. دايما بحب أجل تعليقاتي عن الرواية في آخر الحلقة، بس أنا بكيت وأنا بقرا الفصل ده من الرواية، بكيت بجد، حزنت على فراقه وكأن أعرفه وقريب لقلبي. عشان كده بحب نجيب محفوظ، إن خلى الشخصيات حية أوي 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 كده. المهم إن كمال قاعد في القهوة لقى ست داخلة عليه شكلها مجذوب أو شحات، وبنعرف من الكلام إنها زبيدة، فاكرينها؟ الحال اتدهور بيها للشحاتة. كمال شاف بدور أخت عايدة، فاكرينها؟ بدور حركت مشاعره تاني بعد ما ملاه الشك، لكن ما قدرش يواجهها مع انه قابلها وسابها تختفي من حياته زي عايده. واحمد اتجوز زميلته في الجرنان ضد اراده امه، وده علشان اصل البنت من طبقه العمال، عشان هو وهي ميولهم اشتراكيه زي بعض. عبد المنعم اتجوز كريمه بعد وفاة زوجته بأكتر من 5 سنين، وبعد وفاة السيد أحمد عبد الجواد بسنة ونص، وفات سنة على جوازها لكنها ما بتحملش، وكذلك أحمد ومراته سوسن. ومنظر البيت في السكرية بقى مقسوم. الدور الثاني نادي بيناقش فيه جماعة الإخوان اللي عبد المنعم عضو فيها، وفي الدور الأول أحمد وسوسن وجماعة من الماركسيين الشيوعيين بيتناقشوا برضه، واتقبض على الاتنين بتهم سياسية وراحوا المعتقل. في المعتقل كريمة مرات عبد المنعم حامل وهي على وش ولادة، وأمينة صابها شلل والتهاب رئوي وفي طريقها للموت، وعيشة اللي شافت موت جوزها وولادها وأبوها بتراقب أمها وهي بتموت، هي وخديجة. وبتقفل الرواية على ياسين وكمال ماشيين سوا. ياسين بيشتري لوازم للطفل اللي على وش ولادة، وكمال بيشتري كرافتة سودا عشان يستعد للحزن اللي هيقابله في الطريق لما أمينة تموت. بس كده، عالم كامل، اجيال بتسلم اجيال. شفنا تحول الشخصيات، السيد احمد عبد الجواد الضخم المخيف اللي الارض كانت بتتهز من خطوته بيتحول لكهل عجوز مش عارف يمشي بسبب قلبه الضعيف. وشفنا تحول المصاير، جليله العالمه اللي زادت غنى وبيتها مفتوح للدعاره وبتقفله علشان تحج وتتوب، وزبيده شبهتها اللي الحياه دهورت بيها بسبب الادمان وخلاها شحاته عايشه على الماضي. وشفنا تحول الافكار، كمال اللي كان مؤمن بالشياطين والجن، والحسين حبيبه وملجأه اللي شخص مش شاكك بس كمان في الماورائيات، لا ده كمان شاكك في الحاجات الملموسة. وتدهور الأحوال، أسرة زي أسرة عايدة اللي كانت من أغنى الأغنياء وكان عندهم بدل العربية 2 لفقراء ما حلتهمش غير شوية جنيهات وبيركبوا ترام. وفي كل الحالات أنت مشدود للتغيرات، وساعات متوقعها وساعات مصدوم منها. رصد حقيقي لحياة اتكونت بالكامل في ثلاثية من أعظم الأعمال اللي اتكتبت، ونسخة مكتبة الشروق مدياها الرونق اللي تستحقه والجلال اللي بتحسسك بقيمتها. وعلى الرغم من الجو الكئيب للرواية إلا إنك هتلاحظ خفة الدم بتاعت الشخصيات لدرجة ضحك تساوي درجة الكآبة، وكأن نجيب محفوظ كيميائي ظابط المقادير علشان يديك دواء يشفيك من كل الأفكار ويبليك بأفكار. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش أديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الأيام إنكم تقروها. وأشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع أحمد حسن.